السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبنا في ثالثة ثانوي في أول حصة معانا في منهج ثانوية عامة على الإطلاق. بص يا سيدي، أنا بداية كده راجل ما بحبش إن أنا أطول في المقدمات، فبحب إن فيديو الشغل أو فيديو الشرح يكون فيديو شرح، والمقدمات بقى والنصايح وكده يكون فيديو لوحده إن شاء الله هينزل لك يوم الجمعة. بس بداية كده، وأنا مش عايز برضه أطول في المقدمات، بس بداية كده عايزك إنك تبدأ ثانوية عامة بهدوء، مش عايزين توتر، عايزينك تمشي السنة واحدة واحدة وما تتوترش خالص، لأن السنة طويلة جدا جدا جدا. كل اللي أنا عايزه منك في الفترة الأولانية دي إنك يعني تذاكر اللي عليك. يعني مثلا رحت درس مثلا فيزياء أو كيمياء أو أحياء أو أيا كان، كل حوار إنك تذاكر اللي عليك. رحت درس الفيزياء أذاكر اللي أنا خدته في الفيزياء، رحت درس الأحياء أذاكر اللي أنا خدته في الأحياء، رحت درس الكيمياء أذاكر اللي أنا خدته في الدرس. ذاكرته بقى في ساعتين، ذاكرته في 3، ذاكرته في 4، أيا كان، أهم حاجة إنك تذاكره. طيب واحدة واحدة كده بقى، تعال نخش على الشغل. بص يا سيدي، أول فصل عندنا في منهج الأحياء للثانوية العامة اسمه فصل الدعامة والحركة. وفصل الدعامة والحركة دي يا حبيب قلبي أنا بقسمه 4 أجزاء. بقسمه دعامة في النبات، ودعامة في إنسان، وحركة في نبات، وحركة في إنسان. طب يا دكتور النهارده هناخد إيه؟ قال لك النهارده هناخد أول جزء منهم ألا وهو الدعامة في النبات. تعالى واحدة واحدة نعرف إيه أنواع الدعامة في النبات. بص يا حبيب قلبي، الدعامة في النبات يا إما دعامة فسيولوجية يا إما دعامة تركيبية. واحدة واحدة يا دكتور كده بعد إذنك، كلمني عن الدعامة الفسيولوجية. بص يا حبيب قلبي، أنا راجل ما بحبش العناوين، ففكك خالص من عنوان الدعامة الفسيولوجية ده وتعال نخش على عنوان تاني ألا وهو تركيب الخلية النباتية. عايزين نعرف الخلية النباتية عندنا بتتكون من إيه؟ قال لك والله يا دكتور بداية كده دي عندك خلية نباتية، هتلاقي بره الخلية النباتية خالص في إطار بيحوطها أو جدار بيحوطها، ده بالأسود ده اسمه جدار. طيب الجدار ده يا دكتور بيحوط الخليه، فسبحان الله قلنا عليها جدار خلوي، يبقى كده اللي بالاسود ده اسمه جدار خلوي. جميل يا دكتور. بعد كده في غشاء مثقب بالشكل ده، او الغشاء الاحمر ده غشاء مثقب. طيب ده اسمه غشاء، وغشاء يا دكتور بيحوط الخليه، فسبحان الله قلنا عليه غشاء خلوي. بجد مش مصدق، ممكن على فكره نقول عليه غشاء خلوي او غشاء بلازمي. غشاء خلوي ليه؟ لانه غشاء بيحوط الخليه. طب ليه يا دكتور غشاء بلازمي؟ قال لك لانه بيحوط السيتوبلازم، فممكن نقول عليه غشاء خلوي او غشاء بلازمي. طيب جوه بقى الخليه يا دكتور بيكون في ايه؟ قال لك بيكون في الماده الحيه اللي هو البروتوبلازم. طب يا دكتور البروتوبلازم ده عباره عن ايه؟ قال لك والله البروتوبلازم ده عباره عن النواه والسيتوبلازم. طيب يعني ايه يا دكتور سيتوبلازم؟ قال لك السيتوبلازم ده من الاخر شويه ميه موجود فيها عضيات. طيب الميه وعرفناها، ايه العضيات اللي فيها؟ قال لك شويه اعضاء موجوده في الخليه، زي مثلا الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، الشبكه الاندوبلازميه الملساء، زي مثلا الريبوسومات، زي مثلا الميتوكوندريا، زي مثلا البلاستيدا الخضراء لو انت بتتكلم عن النبات، زي مثلا واللي احنا جايين نتكلم عليها النهارده الا وهي الفجوه العصاريه. دي اهم عضيه عندنا جايين نتكلم عليها النهارده، فجوه عصاريه. جميل. طيب الفجوه العصاريه دي يا دكتور فيها ايه؟ قال لك والله الفجوه العصاريه دي يا حبيب قلبي فيها محلول ملحي مركز. طيب بص يا دكتور، انت بتكلم واحد لا دخل على اولى ثانوي ولا دخل على ثانيه ثانوي ولا سمع عن كيمياء قبل كده ولا سمع عن احياء قبل كده حبيب قلبي، فمعلش يعني هتعبك معايا. يعني ايه محلول ملحي مركز؟ بص يا حبيب قلبي، اول حاجه يعني ايه محلول ملحي؟ محلول ملحي يعني شويه ميه بملح. طيب يعني ايه مركز يا دكتور؟ قال لك بص يا سيدي، التركيز انت شايف هنا، انت شايفني اكيد، التركيز اتمنى تكون شايف، التركيز ده كيمياء على فكره. التركيز بيساوي حجم المذاب على حجم المذيب، او كميه المذاب على كميه المذيب. تمام؟ طيب المذاب يا دكتور هنا عندنا مين؟ قال لك المذاب هنا عندنا الميه، المذاب عندنا هنا الملح معذره، والمذيب مين يا دكتور؟ قال لك الميه. طيب انا يا دكتور عايز زاويه التركيز، اعمل ايه؟ قال لك والله زود حجم المذاب اللي هو الملح وقلل حجم المذيب اللي هو الميه، فبالتالي التركيز هيزيد. فمعنى يا دكتور محلول ملح مركز يعني محلول ملح يعني شويه ميه بملح، الملح هنا كتير والميه هنا قليل، فعمل لي محلول ملحي مركز. من الاخر حبيب قلبي الفجوه العصاريه دي فيها شويه ميه بملح، الملح فيها مركز يعني الملح فيها كتير. جميل؟ جميل. طب يا دكتور ايه فكره ان الفجوه العصاريه يكون فيها محلول ملحي مركز؟ قال لك عشان تمتص الميه بالخاصيه الاسموزيه. ايه؟ انت بتقول يا دكتور خاصيه ايه؟ اسموزيه. اي اسموزيه. ابصر بقى يعني ايه يا دكتور بقى الخاصيه الاسموزيه؟ قال لك الخاصيه الاسموزيه هي انتقال الماء
من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. انت قلت لي يا دكتور يعني ايه اسموزيه؟ قلت لك هو انتقال الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. من الاخر الميه بتحب الملح فبتروح نحو التركيز الاعلى للملح. انت دلوقتي راجل بتحب الفلوس، هتعمل ايه؟ هروح نحو التركيز الاعلى للفلوس. انا دلوقتي مثلا راجل مثلا بحب مثلا الشوكولاته، هروح نحو المكان اللي فيه شوكولاته اكتر. نفس الموضوع، الميه بتحب الملح فتروح نحو المكان اللي فيه تركيز اكبر للملح. موضوع سهل يعني. طيب يبقى الاسموزيه هو انتقال الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني مثلا حبيب قلبي تعالى ناخد يعني تجربه على الخاصيه الاسموزيه. دلوقتي يا دكتور عندي خليه زي دي تركيز الفجوه العصاريه بتاعتها 5% املاح. معنى يا دكتور ان تركيز الفجوه بتاعتها 5% املاح ان بقيه التركيز ميه، يعني 5% املاح و95% ميه، تمام؟ فالمهم ان الخليه دي تركيز الفجوه العصاريه بتاعتها 5% املاح. جميل. حطها في محلول. تركيز المحلول ده يا دكتور 1% املاح. جميل حبيب قلبي. طيب استبينا. هات يا دكتور الخليه الجميله دي حطها في المحلول ده. طيب التركيز ده الخلايا دي فيها ايه يا دكتور؟ فيها فجوه عصاريه اهو تركيزها 5% والمحلول تركيزه 1%. طب يا دكتور ما تيجي نطبق الخاصيه الاسموزيه؟ ما انت لسه قايل لي يا دكتور يا حبيب قلبي ان الخاصيه الاسموزيه هو انتقال الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح، صحيح؟ طيب مين هنا الاقل في الاملاح؟ والله يا دكتور 1% اللي هو المحلول. طيب ومين هنا يا دكتور الاعلى في الاملاح؟ قال لك يا دكتور الخليه او الفجوه العصاريه بتاعت الخليه. فالميه هتنتقل من المحلول تروح الى الخليه. فالخليه عندنا تكبر في الحجم، تكبر في الحجم، عمال تشرب ميه، تكبر في الحجم، تكبر في الحجم، تكبر في الحجم لغايه ما تكون بالشكل ده اهو. فتصبح الخليه دي ذات جدار مشدود ومتوتر. طيب يعني ايه متوتر يا دكتور؟ يعني مشدود بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب الخليه دي يا دكتور، الخليه دي بقت الخليه دي ازاي؟ قال لك واحده واحده، ركز معايا. تعالى بس ايه نشرح يعني هنشرح دي على اساس دي، تمام؟ اول حاجه الخليه دي بدات انها تمتص الميه من المحلول بالخاصيه الاسموزيه. فبدات الفجوه العصاريه بتاعتها تكبر في الحجم، تكبر في الحجم، تكبر في الحجم. لما الفجوه العصاريه بتاعتها بدات انها تكبر في الحجم، تكبر في الحجم، بدات انها تضغط على اللي جنبها. اللي هو مين اللي جنبها يا دكتور؟ قال لك اللي هو النواوي السيتوبلازم اللي احنا بنقول عليهم البروتوبلازم. يبقى الفجوه العصاريه لما بدات انها تكبر في الحجم بدات انها تضغط على اللي جنبها اللي هو مين؟ اللي هو البروتوبلازم. طيب البروتوبلازم لما بدا ان هو ينضغط بدا ان هو يضغط على اللي جنبه اللي هو مين؟ اللي هو الغشاء. الغشاء يا دكتور لما انضغط بدا ان هو يضغط على اللي جنبه اللي هو مين؟ اللي هو الجدار. فاصبح الجدار مشدود ومتوتر. نقول الكلام ده تاني. بص يا دكتور، اول حاجه الميه، ركز معايا، انت اكيد شايف هنا صح؟ الميه دخلت للفجوه العصاريه بالخاصيه الاسموزيه. فالفجوه العصاريه دي يا دكتور كبرت في الحجم. فلما كبرت في الحجم بدات انها تعمل ضغط على البروتوبلازم. طيب والبروتوبلازم يا دكتور لما انضغط عليه بدا ان هو يضغط على اللي جنبه. مين يا دكتور اللي جنبه؟ الغشاء. ما ده البروتوبلازم. مين اللي جنبه؟ الغشاء. فضغط على الغشاء. طيب والغشاء حبيب قلبي يا دكتوره لما انضغط بدا ان هو يضغط على اللي جنبه اللي هو مين؟ اللي هو الجدار. يبقى برضو لما الغشاء انضغط بدا ان هو يضغط على مين؟ على الجدار. ضغط على الجدار. فاصبح الجدار ايه؟ مشدود ومتوتر. انضغط عليه فاصبح مشدود ومتوتر. ما تخيل كده عمال اضغط فالجدار بدا ان هو ايه؟ يبقى ان هو ايه؟ مشدود ومتوتر بالشكل ده. تمام؟ لو سالتك سؤال بالعقل كده، مين الخليه اللي كسبانه دعانه؟ الخليه الكمشانه التعبانه دي ولا الخليه اللي صلبه حيلها قدامك دي؟ لا يا دكتور الخليه دي. طب يا دكتور الخليه دي كسبت دعامه على اساس ايه؟ على اساس والله يا دكتور ان الميه دخلت الفجوه العصاريه بتاعتها بالخاصيه الاسموزيه. فبدات الفجوه العصاريه تضغط على اللي جنبها اللي هو البروتوبلازم، والبروتوبلازم يضغط على الغشاء، والغشاء يضغط على الجدار، فاصبحت الخليه كسبانه دعامه فسيولوجيه. هي دي الدعامه الفسيولوجيه. قلت تاني يا دكتور يعني ايه دعامه فسيولوجيه؟ يعني الميه دخلت للفجوه العصاريه بالخاصيه الاسموزيه. فخلت الخليه قدامك صلب حيلها بالشكل ده واصبحت ذات جدار مشدود ومتوتر. هي دي الدعامه الفسيولوجيه. اقول تاني يعني ايه دعامه فسيولوجيه؟ يعني الميه دخلت للفجوه العصاريه بالخاصيه الاسموزيه. فتصبح الخليه ذات جدار مشدود ومتوتر، وكده يبقى الخليه دي كسبانه دعامه فسيولوجيه. اقول تاني ولا خلاص يا حبيبي؟ انت لميت الدنيا؟
كل الحوار الدعامه الفسيولوجيه يعني اكتساب الفجوه العصاريه للميه بالخاصيه الاسموزيه. فالفجوه العصاريه تكبر في الحجم، فتبقى انها تضغط على جنبها اللي هو البروتوبلازم، والبروتوبلازم يضغط على جنبه اللي هو الغشاء، والغشاء يضغط على جنبه اللي هو الجدار، فاصبح الجدار مشدود ومتوتر. هي دي الخاصيه الاسموزيه. خلصت. طيب سهله يا عمي، سهله بسيطه. تمام؟ عرفت يعني ايه دعامه فسيولوجيه؟ انا بس يعني قلت لك كذا عنوان كده وربطتهم لك ببعض بس. وكل الحاجات دي على فكره قديمه واحنا عارفينها قبل كده، فالموضوع سهل خالص يعني. تمام؟ طيب تعالى بقى ناخد تاني دعامه عندنا في النبات، الا وهي الدعامه التركيبيه. طيب وانا لسه يا ابني قايل لك ان انا ما بحبش العناوين، فانسى خالص الدعامه التركيبيه ده، وتعالى نخش على عنوان تاني الا وهو انواع الخلايا النباتيه. اول نوع من الخلايا النباتيه عندنا يا شباب اسمها خلايا بارنشيميه. طيب الخلايا البارنشيميه دي عباره عن خليه عاديه جدا 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 بالشكل ده. الجدار بتاعها بيتكون من السليلوز، يا دكتوره يعني بيتكون من السليلوز ولا بيترسب عليه سليلوز؟ قال لك لا، بيتكون من السليلوز. جميل. طيب بعد كده عندك نوع تاني من الخلايا، خلي بالك الخلايا البرانشيميه دي هي اللي بعد كده بتكون بقيه الخلايا. تمام؟ يعني هي بعد كده اللي بتعمل بقيه الخلايا. طيب بعد كده عندنا نوع تاني من الخلايا الا هو الخلايا القولنشيميه. طيب الخلايا القولنشيميه دي يا عمنا عباره عن خلايا برانشيميه عادي جدا. تمام؟ تعالى نعملها بالاسود عشان يعني تبان. تمام؟ عباره عن خلايا برانشيميه عادي جدا، الجدار بتاعها بيتكون من سليلوز عادي جدا برضه. تمام؟ طيب عملنا فيها ايه عشان نحولها لخلايا قولنشيميه؟ قال لك والله رصبنا عليها سليلوز، يبقى مرصب عليها سليلوز. يبقى واحده واحده يا دكتور، الخلايا البرانشيميه دي خلايا الجدار بتاعها اصلا بيتكون من سليلوز، واي جدار خلوي في الدنيا كلها معذره، اي جدار خلوي في الدنيا كلها بيتكون من سليلوز. تمام؟ بعد كده حولنا الخلايا البرانشيميه دي لخلايا قولنشيميه. طب عملنا فيها ايه؟ قال لك جبنا الخلايا البرانشيميه ورصبنا عليها سليلوز، يعني هنا بقى في ترسيب، يعني هنا اصلا الجدار بيتكون من سليلوز، بعد كده رصبنا على الجدار سليلوز فاصبحت خلايا قولنشيميه. طيب ثالث نوع معانا من الخلايا الا وهي الخلايا الاسكالرانشيميه. تمام؟ الخلايا الاسكالرانشيميه دي اصلا كانت خلايا بارانشيميه، ثم حولناها لخلايا القولنشيميه فرصبنا عليها سليلوز بالشكل ده. يعني بص كده واحده واحده، الخلايا الاسكالرانشيميه دي شكلها سداسي اهو. هي كانت خلايا بارانشيميه مش مترصب عليها حاجه، الجدار بتاعها بيتكون من سليلوز، فحولناها لخلايا قولنشيميه ورصبنا عليها سليلوز اهو. بس بعد ما حولناها لخلايا قولنشيميه رحنا محولناها لخلايا اسكالرانشيميه فرصبنا عليها لجنين بالشكل ده اهو. فالخلايا الاسكالرانشيميه دي مرصب عليها سلايلوز زائد لجنين. جميل؟ يبقى انا اول حاجه كان عندي خلايا بارانشيميه، خدتها ورصبت عليها سلايلوز فبقت قولنشيميه، خدت القولنشيميه دي ورصبت عليها سلايلوز ولجنين فبقت اسكالرانشيميه. طيب عايز اقول لك حاجه، من كتر الترسيب اللي انا رسبته في الخلايا الاسكالرانشيميه، من كتر الترسيب سليلوز ولجنين، ما عادش في مكان جوه للماده الحيه، ما عادش في مكان للنواه والسيتوبلازم، ما عادش في مكان، فعشان كده الخليه دي اصبحت خليه ميته. ميته ليه يا دكتور؟ لان يا حبيبي النواه والسيتوبلازم هي دي الماده الحيه اللي في الخليه، فلما ما يكونش عندي نواه وسيتوبلازم يعني ما عندكش ماده حيه في الخليه، فبالتالي الخليه دي ميته. فاهم الفكره؟ فادام الخليه دي ما فيهاش يا دكتور نواه وسيتوبلازم فالخليه تبقى ايه؟ ميته، لان الماده الحيه مش موجوده فخليه ميته. طيب خلي بالك لو لا فيها نواه ولا فيها سيتوبلازم ولا فيها فجوه عصاريه. تمام؟ لان انا اصلا قايل لك ان السيتوبلازم هو اللي بيحتوي على الفجوه العصاريه، فادام ما فيش سيتوبلازم يبقى برضه ما فيش ايه؟ يبقى ما فيش فجوه عصاريه. تمام؟ رابع نوع عندنا من الخلايا الا وهو الخلايا الفلينيه. طيب الخلايا الفلينيه عباره عن خلايا عاديه جدا 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 رصبنا عليها سيوبرين. تمام؟ سيوبرين.
ومن كتر ترسيب السيوبرين يا شباب برضو ما عادش في مكان للماده الحيه، يعني برضو ما فيش مكان للنواه والسيتوبلازم. ويا دكتور ادام ما فيش مكان للنواه والسيتوبلازم فاصبحت الخليه دي خليه ايه؟ خليه ميته. طيب يبقى الخليه برضو خليه يا دكتور ايه؟ ميته لانها ما فيهاش نواه ولا سيتوبلازم. طيب برضو ما فيهاش فجوه عصاريه، ما اقول لك ما دام ما فيهاش ادام ما فيهاش سيتوبلازم برضو ما فيهاش فجوه ايه؟ ما فيهاش فجوه عصاريه. طيب خامس نوع من اللي احنا عايزين نتكلم عليه من انواع الخلايا النباتيه الا وهي تركيب الورقه النباتيه. دلوقتي يا دكتور عايز اعرف الورقه النباتيه عندنا بتتكون من ايه؟ قال لك بص يا سيدي لو انا جبت اي ورقه نباتيه من شجره هلاقي ايه؟ هلاقي والله يا دكتور ان الورقه ليها سطح علوي او ليها بشره عليا وليها بشره سفلى، صح ولا لا؟ يعني انت دلوقتي قطعت ورقه شجره من اي شجره موجوده عندكم في البلد، فهتلاقي لها ايه؟ هتلاقي لها سطح فوق وسطح تحت. ادي يا عم او البشره اللي فوق والبشره اللي تحت. ادي يا عم البشره اللي فوق اهي اسمها البشره العليا بالشكل ده، خلايا البشره العليا، وعندك خلايا البشره السفلى اهي. خلايا البشره السفلى دي بيكون فيها ثغور، ليه؟ عشان تعمل منها عمليه النتح. خلايا البشره السفلى اهو. طيب يبقى دي كده خلايا البشره العليا، ودي كده البشره السفلى. طيب وبين البشره العليا والبشره السفلى في نسيج في النص ما بينهم هما الاثنين، اسمه النسيج ايه؟ مش هو في النص؟ فسبحان الله اسمه النسيج المتوسط. انت ازاي كده يا اخي؟ النسيج المتوسط او الميزوفيلي، تمام؟ النسيج المتوسط ده بيتكون من خلايا النسيج العمادي، وسميناه عمادي لانه بيكون عمودي على خلايا البشره بالشكل ده، النسيج العمادي. وعندك هنا خلايا النسيج الاسفنجي، تمام؟ ده كله ما يفرقش معايا. طيب انا كل اللي يفرق معايا ان الخلايا البشره العليا دي يا شباب بيكون فيها مسافات بينيه، يعني بين الخليه والاخرى في مسافه بينيه، يعني هي مش بالشكل ده، في مسافات بينيه. فالمسافات البينيه دي بنفقد منها ميه، فاحنا محتاجين نقلل فقد الميه في النبات. طب نعمل ايه؟ قال لك والله يا دكتور حط هنا ما بين الخليتين وبعضهم ماده لا تسمح بنفاذ الميه بحيث ان احنا ما نفقدش ميه. قال لك هنحط هنا ايه؟ قال لك هنحط هنا كيوتين اهو. كيوتين عشان يمنع فقد الميه اهو يا دكتور، كيوتين اهو عشان يمنع ايه؟ يمنع فقد الميه. ادي عندك الكيوتين. طب الكيوتين ده يا دكتور محطوط ليه على خلايا البشره العليا وخلايا البشره السفلى؟ قال لك عشان يمنع فقد الميه من خلالهم. طيب وعندك يا دكتور الصغر ده يا دكتور ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لك الصغر ده ما فيهوش عليه مش عليه كيوتين، ليه؟ قال لك لان ده اللي بيحصل منه عمليه النتح، يعني بيحصل منه عمليه فقد الميه. فلو حطيت هنا كيوتين الصغر ده مش عارف يفقد ميه، يبقى هو كده فقد وظيفته، فما يحطش هنا ايه؟ ما يحطش هنا كيوتين، ما علينا يعني. طيب ماشي يا دكتور، نرجع بقى لكلامنا تاني. احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الدعامه التركيبيه. ايه بقى الدعامه التركيبيه؟ قال لك من اسمها كده دعامه تركيبيه، يعني في تركيب ما، في ترسيب ماده ما. فبترسب ايه يا دكتور؟ قال لك والله بنرسب السليلوز على الخلايا الكولانشيميه، بنرسب السليلوز والليجنين على الخلايا الاسكالرانشيميه، بنرسب السيوبرين في الخلايا الفلينيه، وبنرسب الكيوتين على جدر خلايا البشره. تاني يعني ايه يا دكتور دعامه تركيبيه؟ يعني بنرسب ماده ما. دعامه تركيبيه يعني ترسيب. فبنرسب السليلوز على الخلايا الكولانشيميه، بنرسب السليلوز والليجنين على الخلايا الاسكالرانشيميه، بنرسب الفلين او بنرسب السيوبرين في الخلايا الفلينيه، وبنرسب الكيوتين على جدر خلايا البشره. بس كده الموضوع انتهى. في ابسط من كده يا ابني في الدعامه التركيبيه؟ ولا في ابسط من كده، والدنيا سهله وجميله اهي. طيب دلوقتي يا دكتور عايز اعرف الخلايا النباتيه دي فيها دعامه فسيولوجيه ولا دعامه تركيبيه ولا الاثنين مع بعض؟ تعالى واحده واحده نتكلم عن الخلايا البرانشيميه. بس قبل ما نتكلم عن الخلايا البرانشيميه عايز اعرف حاجه واحده يا دكتور. هو امتى الخليه تكون فيها دعامه فسيولوجيه؟ قال لك والله يا حبيب قلبي الخليه تكتسب دعامه فسيولوجيه لو عندها فجوه عصاريه. طيب وامتى يا دكتور الخلايا تكتسب دعامه تركيبيه؟ قال لك والله الخلايا تكتسب دعامه تركيبيه لو عندها ترسيب ماده ما، ترسيب ماده زي السليلوز والليجنين، زي السيوبرين، زي الكيوتين، ايا كان. فلو عندها ترسيب ماده ما نقول عليها دعامه عندها دعامه تركيبيه يعني. تمام. تعال نتكلم عن الخلايا البرانشيميه. الخلايا البرانشيميه خلايا عاديه جدا، عندها جدار وعندها غشاء وعندها
نواه وعندها سيتوبلازم وعندها فجوه عصريه والحياه حلوه يعني. طيب يبقى ادام عندها فجوه عصريه يا دكتور يبقى كده عندها دعامه فسيولوجيه. يبقى هي عندها دعامه فسيولوجيه. طيب هل عندها دعامه تركيبيه؟ ما تبص. هل مرصب عليها ماده ما؟ ايوه يا دكتور مرصب عليها سليلوز. يلا قال لك الجدار بتاعها بيتكون من سليلوز. مش قلت لك مرصب عليها سليلوز؟ يعني ما فيهاش ترسيب. البارنشيميه ما فيهاش ترسيب، هو الجدار بيتكون من سليلوز، هو طبيعه الجدار الخلوي اصلا هو بيتكون من سليلوز. تمام؟ فما فيهاش ترسيب. خلاص يا دكتور يبقى فيها دعامه فسيولوجيه فقط ما فيهاش تركيبيه. ماشي. ادام ما فيهاش ترسيب يبقى ما فيهاش دعامه تركيبيه. تمام؟ تمام. طيب تعالى تاني حاجه نتكلم على الخلايا القولنشيميه. الخلايا القولنشيميه دي يا دكتور خليه عاديه جدا، فيها نواه وفيها سيتوبلازم وفيها فجوه عصريه. يبقى حب قلبي يا دكتور ادام فيها فجوه عصريه يبقى فيها دعامه فسيولوجيه. جميل. طيب هل فيها دعامه تركيبيه؟ تعال نبص. هل مرصب عليها حاجه؟ يا دكتور مرصب عليها سلايلوز، يبقى فيها دعامه تركيبيه. يبقى الخلايا القولنشيميه فيها دعامه فسيولوجيه ودعامه تركيبيه. طب تعال نتكلم عن الخلايا الاسكالرنشيميه. انت لسه يا دكتور قايل ان الخلايا الاسكالرنشيميه ما فيهاش ماده حيه، يعني ما فيهاش لا نواه ولا سيتوبلازم، يعني ما فيهاش فجوه عصريه. وادام ما فيهاش فجوه عصريه يبقى ما فيهاش دعامه فسيولوجيه. ما فيش فجوه عصريه يبقى ما فيش دعامه فسيولوجيه. طيب هل مرصب عليها حاجه يا دكتور؟ قال لك مرصب عليها سلايلوز وليجنين، يبقى فيها دعامه تركيبيه بس تركيبيه فقط. جميل. تعال نتكلم على الخلايا الفلينيه. انت لسه قايل يا دكتور الخلايا الفلينيه خلايا ميته، يعني ولا فيها ولا نواه ولا سيتوبلازم، يعني ما فيهاش فجوات عصريه. وادام ما فيهاش فجوه عصريه يبقى ما فيش وادام ما فيهاش فجوه عصريه يبقى ما فيش فيها دعامه فسيولوجيه. طيب مرصب عليها حاجه يا دكتور؟ مرصب عليها السيوبرين، يبقى فيها دعامه تركيبيه فقط. تمام؟ تمام. احنا كده خلصنا الدعامه الفسيولوجيه وخلصنا الدعامه التركيبيه. دي كانت تريكس بس، يعني تريكات على الدعامه الفسيولوجيه والتركيبيه. ممكن نقول ايه تاني؟ ممكن مثلا نقول ان الدعامه الفسيولوجيه دعامه مؤقته، فلو جينا نرسمها برسم بياني هنرسمها بالشكل ده. ركز معايا، هنرسمها بالشكل ده. طب ليه يا دكتور دعامه مؤقته ونرسمها بالشكل ده؟ قال لك ركز معايا. هو امتى اقول ان الخليه كسبانه دعامه فسيولوجيه؟ قال لك والله يا دكتور تقول ان الخليه كسبانه دعامه فسيولوجيه لو عندها اكتساب ميه، يعني لو مكتسبه ميه. يبقى لو الخليه مكتسبه ميه نقول عليها مكتسبه دعامه فسيولوجيه. طيب امتى نقول على الخليه فاقده دعامه فسيولوجيه؟ والله يا دكتور لو فاقده ميه، نقول عليها فاقده دعامه فسيولوجيه. تمام؟ تمام. طيب تعالى بص معايا. لو انا قلت لك مثلا دلوقتي ان الساعه 12 الصبح يعني فتره الظهيره. فتره الظهيره يا دكتور النبات محتاج ان هو يعمل عمليه نتح كتير. ليه؟ عشان يقلل من درجه حرارته. طيب معنى ايه نتح يا دكتور؟ معنى نتح يعني معنى فقد ميه. طيب فقد ميه معناها ايه؟ يعني النبات فقد دعامه فسيولوجيه. يبقى الساعه 12 الصبحيه النبات كان فاقد الدعامه الفسيولوجيه، يبقى كان فاقد الدعامه الفسيولوجيه. طيب لو جيت مثلا على الساعه 7 مساء، 7 مساء يا دكتور الجو حلو، فالنبات مش محتاج ان هو يندح، ما الجو مش حر، مش محتاج ان هو يقلل من درجه حرارته ولا حاجه، فالنبات مش بيفقد ميه. طيب وعمال يمتص ميه فكان بيكتسب ميه، يبقى هو مكتسب دعامه ايه؟ يبقى مكتسب دعامه فسيولوجيه. يبقى النبات على مدار اليوم ممكن ان هو يفقد دعامه فسيولوجيه وممكن ان هو ايه؟ يكتسب دعامه فسيولوجيه على حسب اكتساب الميه وفقد الميه والكلام دوت. تمام؟ فتمام. فالنبات او يعني الدعامه الفسيولوجيه دعامه مؤقته بتكتسبها وتفقدها على مدار اليوم. لكن لو جينا اتكلمنا على الدعامه التركيبيه فهتلاقي ان الدعامه التركيبيه دعامه دائمه. ليه؟ حبيب قلبي بالشكل ده دعامه دائمه. ليه حبيب قلبي؟ الدعامه التركيبيه دي انا بشبهها بانك بتمحر حيطه. جبت حيطه ومحرت عليها اسمنت. تمام؟ لو جيت بعد 10 سنين هتلاقي الحيطه دي عليها اسمنت ولا مش عليها؟ هتلاقي عليها اسمنت. هروح فين الاسمنت يعني؟ نفس الموضوع. جبت خليه قولنشيميه مثلا ورصبت عليها سلايلوز، كمان 10 سنين هتلاقي عليها سلايلوز ومش هتلاقي عليها سلايلوز؟ هلاقي عليها سلايلوز. فعشان كده الدعامه التركيبيه دعامه دائمه ثابته ما بتتغيرش. ادام رصبت سلايلوز هلاقي سلايلوز لسه موجود زي ما هو. تمام؟ تمام. عايزين نقول ايه تاني مثلا؟ نقول ايه تاني؟ مش بيتهيألي ان احنا عايزين نقول حاجه تاني. مثلا الدعامه الفسيولوجيه بتعتمد على الخاصيه الاسموزيه، والخاصيه الاسموزيه دي خاصيه فيزيائيه. فمن الاخر ان الدعامه الفسيولوجيه بتعتمد على خاصيه فيزيائيه، انما الدعامه التركيبيه بتعتمد على يعني مثلا نقول على ترسيب ماده ما. الماده دي بتكون ماده كيميائيه. تمام؟ اللي هو السليلوز والليجنين السيوبرين الكيوتين دي كلها مواد كيميائيه. فممكن نقول برضو ان الدعامه التركيبيه بتعتمد على ترسيب مواد كيميائيه. تمام؟ فدي خاصيه فيزيائيه ودي ترسيب مواد كيميائيه مختلفين عن بعض. تمام؟ تمام. فاضل لنا ايه يا حبيب قلبي؟ فاضل لنا احنا بس نقول شويه تريكات على الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه باذن الله رب العالمين يحلوا لك
اهم او اصعب الاسئله معاك، يعني شويه افكار على الدعامه في الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه، بحيث ان انت لما تخش تحل الاسئله تلاقي الاسئله معاك سهله وبسيطه. تمام؟ فهنمسح السبوره دي ونجي لك على طول. تمام؟ عشان بس ما ناخدش وقت يعني. تمام؟ يلا تعالى بقى يا رجاله مع بعض ناخد اهم الافكار على الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه. اول حاجه لو قلت لك ان في نبات تعرض للذبول، يعني ايه؟ يعني كان عندي نبات بالشكل ده اهو، ادي يا عم الجذور اهي، النبات بالشكل اهو، كان عندي دي الاوراق بتاعته بالشكل ده واقفه بالشكل ده، النبات بتاع ده الاوراق بتاعته اهو، تعرض للذبول يعني بقى بالشكل ده، فبقت الورق بدا ان هو ينام بالشكل ده. طيب معنى ايه النبات ده يا دكتور تعرض للذبول؟ معنى يا دكتور ان هو تعرض للذبول يعني النبات ده فقد ميه. طب يعني ايه يا دكتوره فقد ميه؟ يعني من الاخر فقد الدعامه الفسيولوجيه. طيب ليه يا دكتور النبات ده ممكن يفقد الدعامه الفسيولوجيه؟ او ليه ممكن ان هو يفقد ميه؟ قال لك مثلا النبات ده اتحط في تربه ملحيه، فالتربه الملحيه ده تركيزها عالي في الملح، اعلى من تركيز الاوراق يعني او اعلى من تركيز الجذر، يعني تركيز الخلايا بتاعت النبات تركيزها اقل من الملح، فالميه هتنتقل من التركيز الاقل في الملح الى التركيز الاعلى في الملح اللي هو التربه الملحيه، فالنبات يبدا يفقد ميه يفقد ميه يفقد ميه لغايه ما يذبل. طيب بيقول لك وضع نبات في تربه ملحيه ايه اللي هيحصل له؟ طبعا هيذبل، لان النبات هيفقد الميه ويوديها الى التربه. طيب ايه علاقه يا دكتور الدعامه الفسيولوجيه بالنتح والامتصاص؟ قال لك هو النبات بيندح امتى؟ او يعني ايه اصلا نتح؟ نتح يا شباب يعني فقد ميه. نتح يعني فقد ميه. وامتصاص يعني اكتساب ميه مش محتاجه. طب سؤال، هو ايه اهميه النتح؟ اهميه النتح ان هو بيقلل درجه حراره النبات. بيقلل زي العرق كده في الانسان، النتح في النبات، فبيقلل درجه حراره الايه؟ النبات. طيب دلوقتي يا دكتور لو النتح زاد، لو احنا مثلا الساعه 12 الصبح فالجو حر فالنتح زايد والامتصاص قليل، ايه اللي هيحصل في الدعامه الفسيولوجيه؟ قال لك يفقد النبات الدعامه الفسيولوجيه. طب دلوقتي احنا الساعه مثلا 7 مساء فالجو حلو، فالنتح يا دكتور هيكون قليل لان النبات مش محتاج ان هو يندح، الجو مش حر اصلا والامتصاص كتير، فيكتسب النبات الدعامه الفسيولوجيه. يبقى كلما زاد النتح فقد النبات دعامه فسيولوجيه، طب كلما قل النتح اكتسب النبات دعامه فسيولوجيه. بالعقل النتح يعني فقد ميه، وفقد دعامه فسيولوجيه يعني فقد ميه، فلما النبات يندح كتير فكده هيفقد دعامه فسيولوجيه، طب لما النبات يقل فيه النتح فكده يكتسب دعامه فسيولوجيه، بس خلي بالك لازم الامتصاص يزيد يعني، فاهم؟ نسبه وتناسب يعني. طيب يعني ايه يا دكتور ضغط امتلاء؟ ضغط امتلاء يعني ضغط امتلاء الخليه او ضغط امتلاء الفجوه العصاريه، وضغط الامتلاء يعني قصده ايه؟ ضغط امتلاء الفجوه العصاريه، فكلما زاد ضغط امتلاء الفجوه العصاريه كلما زادت الدعامه الفسيولوجيه. يبقى لو قال لي ان مثلا في نبات عنده ضغط امتلاء يعني معنى كده ان هو كسبان دعامه فسيولوجيه، طب نبات ما عندوش ضغط امتلاء معنى كده ان هو خسران دعامه فسيولوجيه. الموضوع انتهى. طيب تعالوا نخش على افكار الدعامه التركيبيه. تعالوا نتكلم على الكيوتين. قال لك الكيوتين ده يا دكتور ليه دور مزدوج. ليه دور في الدعامه التركيبيه؟ ليه؟ لانه تركيب، فليه دور في الدعامه التركيبيه بشكل مباشر. وكمان يا دكتور ليه دور في الدعامه الفسيولوجيه، بس هنا بشكل غير مباشر، بس ليه دور. ازاي يا دكتور؟ الدور في الدعامه الفسيولوجيه ان هو بيمنع فقد الميه، فلما يمنع فقد الميه كده بيحافظ على الميه داخل الفجوه العصاريه، فبالتالي النبات يدانه مكتسب الدعامه الفسيولوجيه بس بشكل ايه؟ بشكل مباشر. طب يا دكتور اكتساب الدعامه الفسيولوجيه بشكل مباشر ايه هو؟ قال لك اكتساب الدعامه الفسيولوجيه بشكل مباشر يعني دخول الميه للفجوه العصاريه. طيب يبقى كده نقول ان هو شكل مباشر، لكن كل دور الكيوتين اللي هو بيمنع فقد الميه من الفجوه العصاريه، فهو كده بيكسبني دعامه فسيولوجيه لكن بشكل ايه؟ بشكل غير مباشر. تمام؟ تمام. انواع الخلايا الاسكلرانشيميه قال لك والله يا اما خلايا حجريه اللي هي شكلها سداسي بالشكل ده، يا اما خلايا الياف ودي بيكون شكلها اسطواني بالشكل ده. تمام؟ تمام؟ بيكون برده هنا مترسب سيلوز وليجنين وهنا برده مترسب سيلوز وليجنين، ودي خلايا ميته ودي خلايا في الاخر خلايا اسكلرانشيميه. تمام؟ فانواع الخلايا الاسكلرانشيميه يا اما خلايا حجريه يا اما خلايا الياف. فلا اقول لك مثلا الياف المانجو، الياف الفراوله، الياف البطاطس، اي الياف دي عباره عن خلايا ايه؟ خلايا اسكلرانشيميه. طيب قال لك الخلايا الحجريه اللي موجوده في اشجار المانجا، اشجار الجواف، اي اشجار
دي عباره عن خلايا اسكالارنشيميه برضه عادي يعني، مش خلايا حجريه يبقى خلايا مش الياف يبقى خلايا اسكالارنشيميه. خلصانه. ايه يا دكتور اهميه الدعامه التركيبيه؟ قال لك الصلابه والقوه. زي مثلا السليلوز لما يترسب في الخلايا الكولانشيميه يديها صلابه وقوه. السليلوز والليجنين لما يترسب في الخلايا الاسكالارنشيميه يديها صلابه وقوه. السيوبرين لما يترسب في الخلايا الفلينيه يديها صلابه وقوه. فاهميه الدعامه التركيبيه صلابه وقوه. طيب وكمان الدعامه التركيبيه بتمنع فقد الميه. ايوه يا دكتور مش الكيوتين، افتكر معايا لما كان بيترسب على جذور خلايا البشره كان بيمنع فقد الميه من خلالها؟ يبقى برضو الدعامه التركيبيه اهميتها منع فقد الميه، وده اكتر مع الكيوتين. والحفاظ على الانسجه الداخليه. طيب هو يا دكتور واحده هو مين اللي بيحافظ على الانسجه الداخليه؟ بالعقل كده اكيد الانسجه الخارجيه. يبقى مين بيحافظ على الانسجه الداخليه؟ الانسجه الخارجيه. مين بقى الانسجه الخارجيه؟ ركز بقى معايا، انا بس عايز امسح عشان ايه اركز معاك. بص يا سحب قلبي، يعني امسح بس الحته دي عشان ايه تشوف الدنيا كلها. انت اكيد يعني فاهم هنا تركيبيه بشكل مباشر. بص يا سيدي، دلوقتي عندنا نبات خشبي، يعني ليه ساق خشبيه بالشكل ده اهو، وده الورق بتاعه. تمام. قال لك في الجدران الخشبيه بيكون في خلايا فلينيه. يبقى في الجدران الخشبيه بيكون في خلايا فلينيه اهو. يبقى على الجدران الخشبيه بيكون في خلايا فلينيه. وانت يا عم الدكتور لسه قايل ان الخلايا الفلينيه دي مرصف فيها السيوبرين. طيب ايه يا دكتور بقى دور الخلايا الفلينيه اللي هي فيها السيوبرين دي؟ قال لك دور الخلايا الفلينيه انها تحافظ لي على الخلايا البرانشيميه الموجوده هنا اهو. يبقى كده يا دكتور الخلايا الفلينيه حمت لي او حافظت لي على الانسجه الداخليه اللي هي الخلايا البرانشيميه اللي موجوده في نص الاسطوانه الوعائيه. تمام. طيب الخلايا الفلينيه اقصد بيها مين؟ اقصد بيها السيوبرين. يبقى كده يا دكتور السيوبرين، تركيب السيوبرين حافظ لي على الانسجه الداخليه. بس يا دكتور قال لك لا، عندك مثلا هنا البشره بيكون مرصب عليها كيوتين. طب الكيوتين ده يا دكتور بيعمل ايه؟ قال لك الكيوتين ده بص معايا، كان دي كده شكل الورقه النباتيه. بسرعه كده رسمه سريعه. دي كده شكل الورقه النباتيه، وعندك هنا نسيج عمادي وهنا نسيج اسفنجي. هنا بقى في كيوتين صح؟ طب الكيوتين ده يا دكتور بيعمل ايه؟ الكيوتين ده يا دكتور نسيج خارجي بيحافظ لي على الانسجه الداخليه، يعني بيحافظ لي على خلايا البشره، بيحافظ لي على خلايا النسيج العمادي. فكده الكيوتين حمالي الانسجه الداخليه اللي هي خلايا البشره وخلايا النسيج العمادي. يبقى برضه يا دكتور زي ما السيوبرين بيحافظ لي على الانسجه الداخليه، الكيوتين برضه بيحافظ لي على الانسجه الداخليه. وعندي حاجتين بيحافظوا لي على الانسجه الداخليه، مين يا دكتور؟ السيوبرين والكيوتين. احنا كده يا شباب خلصنا اهم الافكار المرتبطه بالدعامه في النبات. ان شاء الله رب العالمين لما تيجي تحل هتلاقي الحل معاك سهل، واحنا برضو اللي هنحل معاك. يعني انا برضو هنزل لك حل كتاب الامتحان معاك على جزء الدعامه في النبات، بحيث ان انت يكون اتشرح لك وفهمت الشرح باذن الله رب العالمين بعون الله يعني، وكمان شفت اهم الافكار وكمان شفت الحل معانا. فانت كده يبقى انت فرمت الدعامه في النبات شرح وحل الحمد لله رب العالمين. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتشترك في القناه، الاثنين سبسكرايب وتشترك في القناه وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من زمايلك، وافتكر ان ده على خير كفاعله. ويلا يا شباب فيديو جديد.